أهلا وسهلا بيكم في قناتنا. ضع سماعاتك، غمض عينيك، ويلا بينا نسمع الحكاية. قصة جديدة من قصص الأمثال العربية بالعامية. لص من اللصوص سرق أهالي بلد من البلدان، وفي زمن من الأزمان معرفش يهرب منهم. قبضوا عليه وأيدوه وللعدالة سلموه. حكم عليه القاضي بحكم غريب علشان يبقى عبرة لغيره، وأي حد لازم يفكر 1000 مرة قبل ما يعمل عملته ويغلط غلطته. الحكم كالآتي: يركبوا اللص على ظهر الحمار بالعكس، ويلبسوه هلاهيل، ويعلقوا في رقبته جلاجل، يعني أجراس كتير. فلو ما لفتش انتباه الناس قعدته على الحمار بالعكس أو لبسه المقطع، يبقى أكيد الكل هيسمع صوت الأجراس اللي هترن كل ما يتحرك. وفعلا نفذوا الحكم على اللص ومروا بيه في البلد كلها، وكل ما يمر على حد يقول لص ويستاهل يتفضح فضيحة بجلاجل. ودي كانت قصة مثل على الماشي. استنونا في قصة جديدة من قصص الأمثال بالعامية.